درش معاك عادي، ما تاخذش كلامي توابيت، لا باغيك تفهمني صح ولا باغيك تفهمني غلط. المعرفه جنون والجهل مرض. خليني نكون واضح معكم، انا ما كنتسنى من حد يتيقني، داكشي علاش بلا ما تطلب مني دليل وعلاش ما تنقصيش انت يا النيت؟ قالت لها منى عندها الحق سمر، انت اضعف وحده فينا يعني. اشهر يوتيوبرز في المغرب علاش غبر على يوتيوب وشنو السبب اللي مخليه غابر؟ بيرمون ولا عبد الله عنده مليون في فيسبوك و767 كا في يوتيوب، منشئ محتوى قصص رعب. مؤخرا بدا كيحط لنا روايات، حط لنا روايه خوف واللي كانت تشتهر بيها ولقات نجاح كبير، وروايه بساتين عربستان. هو كيدير ملخصات روايات، والروايات اللي كيدير زواونين وبيرفكت. والحفل اللي كان وقع في الرباط واللي كان جاو ليه الناس من جميع انحاء المغرب باش يحضروا ليه باش ياخذوا توقيع اسامه، ولكن تلغى. واسامه مسلم كان عطى البيرمون النسخه الاصليه تاع خوف، بحيث بيرمون عنده واحد الطريقه والقدره والطريقه اللي في الالقاء اللي بزاف. عنده واحد الطريقه تجسيد بحيث كيسرد الروايه وكيجسد كل شخصيه في الروايه. هادشي مخليه متفوق على بزاف ديال اليوتيوبرز وكيجيب مشاهدات مفرقعين. يقدر في 24 ساعه يجيب 50 وكتر. بيرمون من 2022 هو كيلوح فيديوهات بشكل مستمر، وغير مؤخرا غادي يغبر مرة على يوتيوب وما لاحش شي فيديو هادي 4 شهور. هادشي اللي خلى الجمهور ديالو يسول فيه فين غابر بيرمون، واش غادي يرجع لمنصة يوتيوب. ثانك يو برادر باي ذا واي على المعرض الكتاب اللي كان في الرباط واللي دار ضجة كبيرة، بحيث جاو ليه الناس من جميع انحاء المغرب، واللي كان جا فيه اسامه للمغرب وحضر المعرض. وبيرمون كان هضر مع اسامه بزاف المواضيع وطاق فيه، ولكن الحفل ما كملش بسبب الازدحام ديال الناس عليه لغى الحفل. وبيرمود كان بقى فيه الحال وخرج في فيديو كيعتذر للناس وقال لهم ما عجبنيش الحال وان شاء الله غيتعاود احسن من هذا. شنو اللي كيعجب الناس ببيرمون؟ قصص اللي كتحبس الانفاس. قصص تاعو ماشي عاديه، فيها شي حاجه كتخليك تحس بالرعب والاثاره في نفس الوقت. كلامه بالدارجه المغربي كيجي طبيعي وبسيط وكيعجب بزاف ديال الناس. بيرمون كيقدر يخلق عوالم خياليه رهيبه وكيخلينا نحسو بكل كلمه كيقولها. شكون فينا ما كيعرفش بيرمون؟ هاد اليوتيوبرز اللي كيحكي لنا قصص رعب وخيال اللي كتحبس الانفاس. هاد الفتره الاخيره بزاف ديال المتابعين ديالو كيسولوا على غيابه المفاجئ وباغيين يعرفوا شنو وقع ليه، شنو خلى بيرمون يغيب. حتى الان ما كاينش اعلان رسمي من بيرمون يشرح لينا سبب الغياب ديالو. بعض الناس كيقولوا باللي هو واخد راحه، واخرين كيقولوا باللي عنده مشاكل شخصيه، ولكن الاكيد هو ان غيابه خلى فراغ كبير عند المتابعين ديالو اللي تعودوا على محتواه المميز. هذا السؤال هو اللي كيشغل بزاف المتابعين ديالو، واش غادي يرجع لليوتيوب ولا يستغرق وقت طويل؟ اختفاء بيرمون على اليوتيوب خلى بزاف ديال التساؤلات، ولكن الاهم هو انه يكون بصحه جيده ورجع لينا باقوى محتوى. حنا كاملين منتظرين العوده ديالو بفارغ الصبر. الستريس والضغط حيت الفيديو راه ما ساهلش تقاد فيديو تحطو في يوتيوب. اكثر هو كيدير ملخصات، عين فرق خصك تلخص ديك الروايه بالطريقه ديالك وعاد تمونطيها وعاد تقراها وعاد المونتاج، فهمت؟ وهذا المونتاج هادشي راه كياخد بزاف الوقت وكياخد جهد عاد باش كيتحط الفيديو. راه هادشي اصلا كياخد وقت كبير. علاه ما نحكموش عليه؟ نقدر انا كرأيي الخاص ان بيرمون وكيقاد الافكار ديالو باش يجينا بشي محتوى اللي زوين واللي ناضي واللي يطور من راسو و ولا يقاد شي سيطاب اللي تكون ناضيه وهربانه، حيت السيطاب كتاخد وقت كبير. نتمناو بيرمون ترجع لينا وبقوه وبموتيفاسيون زوينه، وان شاء الله نتمناو لك التوفيق والنجاح.